عاملين ايه؟ موبايلات ريلمي الجديده وصلت، الريلمي 15 والريلمي 15 برو اللي نازلين في الفئه المتوسطه. الريلمي 15 تحت ال 20000 جنيه والريلمي 15 برو حاجه و20000 جنيه. وطبعا الفئه دي فيها موبايلات قويه، والموبايلات دي نازله تنافس مش اي حاجه وخلاص. تعال نبدا بالريلمي 15 واللي تحت ده الريلمي 15 برو، بس خلينا دلوقتي في الريلمي 15. عندنا التصميم الجديد لسلسله الريلمي 15، عندنا الكاميرات في الظهر مع فلاشين. عندنا موبايل هنا جاي بظهر من الزجاج او البلاستيك. النسخه اللي انا ماسكها في ايدي دي دلوقتي الريلمي 15 دي جايه من ظهر من الزجاج، ومعانا هنا فريم من الالومنيوم. سمك الموبايل هنا حوالي 8 مللي بوزن 187 جرام، ووزنه خفيف في الايد. ومن قدام عندنا الشاشه بحواف قليله جدا، حاجه محترمه بالنسبه للتصميم. هنا عجبني جدا ومسكته حلوه في الايد. عندنا شاشه كبيره بحجم 6.8 انش اوليد، والدعمه لل 144 هرتز، ومعدل تعتيم هنا البي دبليو ام 4600 هرتز، حاجه قويه جدا. وحرفيا دي اكتر نقطه عجبتني جدا هنا في الشاشه، هتبقى مريحه جدا للعين مقارنه بباقي الموبايلات اللي بتبقى البي دبليو ام بتاعها رقم قليل. تدعم السطوع ال 1800 نتس ويوصل ل 6500 نتس، لكن طبعا الرقم ده العالي اللي بيوصل تحت الشمس في ظروف معينه. اما بالنسبه للامر الطبيعي 1800 نتس ده سطوع كافي جدا على الفئه دي. الموبايل جاي بمعالج قوي هنا الدايمنسي 7300 بلس، اداؤه محترم. هتلعب فيه على بابجي او اغلب الالعاب يعني على 90 فريم. اداء اليومي هيبقى ممتاز معاك، سواء تصفح سوشيال ميديا مش هيأثر معاك نهائي. والمعالج ده هو نفسه او قريب يعني لاداء ال 6 جين 4 اللي كان موجود في الريلمي 14 السنه اللي فاتت. والجامد هنا بقى في السلسله الجديده ومعانا في الريلمي 15 بطاريه 7000 ملي امبير، حرفيا بطاريه تابلت مش بطاريه موبايل. دعم للشحن السريع ال 80 واط. والجامد هنا ان البطاريه دي بتشحن 50% في 25 دقيقه، رقم كويس جدا. طبعا شبكات محترمه، بصمه سريعه تحت الشاشه، العلبه متكامله معاك فيها كل حاجه، شاحن والجراب والسكرين. بالنسبه للكاميرات عندنا كاميرا رئيسيه 50 ميجا بكسل فتحه 1.8، الدعم المثبت الحقيقي الاو اي اس. ومعانا كاميرا ثانيه الترا وايد 8 ميجا بكسل، ومعانا سيلفي هنا 50 ميجا بكسل. الموبايل بيدعم تصوير ال 4K 30 و60 فريم وال 1080 30 و60 فريم، وبيدعم هنا مثبت الكتروني والمثبت البصري الحقيقي. وبيجي مع اندرويد 15 ويدعم تحديثات اندرويد لمده 3 سنين. ونروح بقى لاخوه الاكبر والاقوى هنا الريلمي 15 برو. عندنا موبايل هنا بيجي من الزجاج او السيليكون كربون اللي هو الجلد، والنسخه اللي معايا برده دلوقتي دي هي نسخه الجلد. يعني الصراحه يعني اقول لك ان النسخه الجلد ما كانش احسن حاجه بالنسبه لي بصراحه، ما حسيتوش انه فخم زي الظهر الازاز اللي كان موجود في الريلمي 15. طبعا دي مش عيب، دي حسب ما انت يعجبك. معاك النسخه الزجاج ومعاك النسخه الجلد، تختار المناسب ليك. عندنا موبايل هنا جايبه بسمك رهيب هنا 7.7 مللي، حاجه رهيبه جدا. ومعانا كمان هنا فريم من الالومنيوم. عندنا هنا الشاشه جايه كيرف بحواف قليله، حواف ممتازه. في كيرف في الشاشه مايل للفريم، وكمان الظهر هنا كيرف مايل على الفريم. فعندك الشاشه وعندك الظهر في ميول كده وكيرف جايين على الفريم. بصراحه ما كانش افضل حاجه بالنسبه لي. انا برضو اعجبت بالتصميم الفلات او الفريم الفلات اللي موجود مع الريلمي 15، لكن طبعا ده مش عيب، ده على حسب انت بتحب ايه. في ناس طبعا بتحب الكيرف وفي ناس بتحب الفلات. عندنا برضو شاشه هنا كبيره بحجم 6.8 انش الاوليد، الدعم ال 144 هرتز وال1 مليار لون والاتش دي ار 10 بلس، والسطوع بيوصل ل 1800 نتس، ومعدل بي دبليو ام محترم هنا ال 4600 هرتز. الوان الشاشه محترمه والحواف هنا ممتازه. وعندنا برضو هنا معالج قوي من كوالكوم السناب دراجون ال 7 جين 4، وده نفس المعالج اللي جاي بيه الفيفو في 60. الموبايل اداؤه محترم مش هيأثر معاك، وبرضه هيبقى كويس جدا في الالعاب، وهو منافس مباشر للفيفو في 60 عشان جاي بنفس المعالج. ونروح للكاميرات. عندنا كاميرا رئيسيه 50 ميجا بكسل 1.8، وكمان عندنا هنا مستشعر من سوني الاي ام اكس 882، وبالمناسبه ده نفس المستشعر اللي جاي بيه الرينو 14. عندنا كاميرا ثانيه 50 ميجا بكسل للالترا وايد، وسيلفي هنا 50 ميجا بكسل. موبايل يدعم تصوير ال 4K 30 و60 فريم وال 1080 30 و60 و120 فريم، وفي طبعا مثبت الكتروني ومثبت بصري حقيقي او اي اس. عندنا بطاريه كبيره برده 7000 ملي امبير، الدعم للشحن السريع 80 واط. والجامد هنا البطاريه الكبيره دي جايه مع وزن قليل للموبايل هنا 187 جرام، كمان مع سمك 7.7 مللي. فحرفيا ده نفس السمك الموبايلات اللي بتيجي ب 5000 ملي امبير عادي جدا. انت واخد هنا بطاريه سيليكون كربون حجمها كبير، هتكمل معاك اليوم مستريح. الموبايلات دي هيتم الاعلان عنها بشكل رسمي في مصر خلال الايام الجايه، اخر كام يوم من شهر سبتمبر. وان شاء الله بسيب لكم كومنت تحت الفيديو هنا باسعار الموبايلات، وطبعا مستني رايكم في الكومنتات تقولوا لي رايكم في الموبايلات الجديده. وان شاء الله بقى يبقى لينا مراجعات تفصيليه للموبايلات دي. مع السلامه.